السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ مع بعض كده النهاردة. هنعمل مع بعض كده شوية مكرونة كده في الصلصة، وهنعمل كمان مع بعض كبدة اسكندراني. تعالوا نشوف كده الخطوات سهلة وما فيهاش اي حاجة خالص. انا عندي هنا اهون تقريبا ده نص كيلو كبدة، وعندي كمان اهون مقطعة بصلتين متوسطين، معايا قرن ده اختياري يعني مش لازم لو انتي مش عايزاه، ومعايا كمان فلفلتين خضر كده، فلفلتين رومي، ومعايا كمان طبعا شويه توم. تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ هنتبلها ازاي؟ كام فص توم كده، زي ما قلت لكم قبل كده انا بعمل التوم بفصص كده كميه كويسه، وبعدين احطها في علبه زي دي كده اهي زي ما انتم شايفين، وبحطها على رف التلاجة. ما بيحصلهاش اي حاجه يعني، بسحب منها باستمرار فماليش مشكله. طيب هجيب هنا الكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مقطعاها قطع رفيعه زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا هضيف عليها مكونات بسيطه جدا. الاساسي ليها هو الفلفل الاسود، معلقه حلوه كده وزي ما انتم شايفين. كزبره ناشفه كميه كويسه. كمان عندي توم بودره، حطي شويه حلوين كده، خاصه لو انتي مش مالكه وقت ان انتي تتبليها يعني عايزه بسرعه. وكمان نص ليمونه، مش كتير، نص بس، عايزه تزودي براحتك. الملح انا ما بحطوش دلوقتي، انا بحطه قبل ما اطفي عليها بشويه. طبعا التوم انا ههرسه، هحط كام فص عليها مش هحط كله. بسم الله الرحمن الرحيم كده. رخامه طبعا نضيفه يا جماعه، تنضف، ترش ديتول وتتمسح بميه تاني عشان اثار الديتول. هو فص واحد بس. خلاص كده وتقلب كده مع بعض. عندك بهارات كبده مفيش مشكله، ما عندكيش خلاص هي مش متوفره دلوقتي عندي. بقلب كويس عشان يبقى على التشويح. انا مش هحط البصل عليها دلوقتي. اغسل ايديا، اغسل ايديا كويس علشان الدم بتاع الكبده. خلاص انا كده اسيبها على جنب. نجيب بقى دلوقتي طاسه، طاسه كده معايا اهي. تعالوا بقى كده ننقل نشوف هنعمل ايه. عندي طاسه كده على النار اهي، عايزه اقرب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اوريكم انا هعمل ايه بالظبط. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا جبت الطاسه على النار، سخن الطاسه، شويه زيت كده كويسين، زيت اهو، ما تكتريش زيت. انا بشوح الاول الكبده يا جماعه، معاها فصين 3 توم، عشان الثوم ده بيخلي الكبده تروح في حته تانية خالص، لا بيبقى فيها زفاره ولا بيبقى فيها اي ريحه مش ظريفه اهو. في الحاله دي كده بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالنا ننزل الكبده بتاخد صدمه الاول زي ما انتم شايفين كده. شايفين الصوت ده؟ هو ده اللي انا عايزاه اهو.
طبعا انتي لو في امكانك انك تتبليها من قبلها بساعتين 3 بيوم كامل طبعا احسن يعني. اهو تومه يا جماعه بنزله على الحته اللي فيها زيت دي فاضيه عشان ياخد تشويحه كده. انا لسه يعني تاخد ايه يعني تشويحه كده ولا حاجه، وبعدين هنزل عليها البصل بتاعي عشان يلحق يستوي، لان انتوا عارفين الكبده بتاعها رفيع قوي، وكبده عشان طازه مش هتاخد مني وقت في السوا. هنقل الحاجات دي بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى كده على جنب كده بالبصل واحده واحده كده بالراحه على مهلك خالص اهو. حابه تنزلي كمان بالفلفل براحتك، لكن انا ما بحبش الفلفل يبقى فيها مهري قوي، هسويه معاها يعني في الاخر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا هعمل معاكم برضو المكرونه. الحله هي على النار زي ما انتم شايفين كده، ميه مغليه حاطه فيها شويه ملح، وهنعمل مع بعض دلوقتي الصلصه بتاعتها وكل تكاتها. هسوي الكبده شويه وبعدين نرجع مع بعض تاني. وادي كبده يا جماعه هي بعد ما استوت شويه، والبصل اللي فيها كمان استوى. هنزل بقى عليها دلوقتي بايه بايه فلفل اخضر اهون، وده قرن فلفل حراق، لو مش عايزاه خلاص براحتك. انا هحطه هنزله كده عليها اهو. الحاله دي بقى كده انا هضيف الملح بتاعي لان محطتش عليها ملح لحد دلوقتي. معلقه كده من الملح، هقلب وهسيبها كمان 5 دقايق. احط عليها كده بالراحه خالص، وزي ما انتوا كده شايفين انا غطيتها. تعالي بقى نشوف مع بعض هنعمل المكرونه ازاي. انا عندي دلوقتي كده حله اهيت على النار، فيها معلش بعتذر فيها ميه خلاص غليت معايا اهيت زي ما انتوا شايفين كده. هضيف معلقتين ملح في الميه قبل ما احط المكرونه اهو. المكرونه يا جماعه سباكيتي انا بستخدم النوع ده، لمتنا ده جميل قوي قوي، ما فيهاش نشا كتير وما بتعجنش مني. الله اكبر الله اكبر ما تقولش بقى انا بصراحه بحط المكرونه كده زي ما هي، يعني بحبها كده زي ما هي كده زي ما انتم شايفين كده اهو. هي بتنزل لوحدها اول ما بتطرى زي ما انتم شايفين كده. هي هتنزل لوحدها دلوقتي في الحله كلها. النوع بتاع المكرونه ده يا جماعه جميل جدا،
تمام. انا مش هعمل الكيلو كله، كتير اوي اعمله. اهو في الحالة دي كده خلاص زي ما انتوا شايفين كده كلها كده تنزل معايا عادي في المية. اهم حاجة ان انتي تقلبيها لما تغطس كلها في المية علشان ما تلاقيهاش لازقة في بعضها. اهو في ناس بتحط زيت على المية اللي بيتسلق فيها المكرونة، براحتك يعني انتي حرة، لكن انا مش بحط يعني. اهو في الحالة دي هجيب طاسة عشان اعمل فيها الصلصة قدامكم. وممكن تعملي برضو الصلصة بتاعة المكرونة في نفس الحلة لما تصفي المكرونة. انا هعملها قدامكم في طاسة احسن. زي ما انتوا شايفين كده اهو طاسة. انا هقرب لكم كده الموضوع شوية. يا رب بس يكون التصوير واضح معاكم. تاني كده واضح اهو. المكرونه كده تقلبيها وما تزوديش الوقت بتاع المكرونه عن 8 دقايق علشان المكرونه ما تعجنش منك. يعني ممكن تكوني بتستخدمي احسن نوع، لكن انت بتسيبيها زياده عن اللزوم في الميه وبتسيبيها على النار كتير فبتعجن منك. فانت يعني ما تزوديش عن 8 دقايق. ولو عندك تايمر في البوتاجاز يبقى طبعا عشان يعني ما تعمليش حاجه وتنسي، تسيبيها هي على النار. انا ظبطتها على 7 دقايق لان هي بقالها تقريبا دقيقه اهو. حطي هنا زيت للصلصه بتاعه المكرونه. تمام. حطي كام فص ثوم. اليوم بتاع المكرونه والكبده ده بيبقى يوم جميل والله، يعني بتبقى اكله حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ادي الثومه بتاعتي اهي خلاص. انا بضيف الاول الصلصه مش عصير الطماطم. بضيف الاول الصلصه بتاعتي. نخلي بالنا نوطي شويه علشان الصلصه تطرطش كتير قوي، ممكن تعملي مشكله. خلي بالك ما تعمليش مشكله لا قدر الله على مهلك. بعد كده هضيف بقى عصير الطماطم بتاعه زي ما انت شايفه كده واحده واحده اهو. ضربتها في الخلاط. بس كده كده ندخل كل الصلصه في بعضها، معجون الطماطم على الصلصه المركزه. مش هنضيف بهارات كتير، شويه فلفل اسود صغيرين، شويه كمون صغيرين، وشويه ملح بس كده. ادي ملح وادي فلفل لو عايزاه حراقه مفيش مشكله. شويه شطه كده بصوت اهو طرف المعلقه، وشويه كمون بصوت بس كده
وخلاص كده صلصة المكرونة بتاعتي هسيبها بقى تتسبك مع نفسها. وصلصة المكرونة عشان تعرفي انها اتسبكت لازم تلاقيها كلها كده عمالة تفور من النص ومن الجناب كده يبقى هي استوت. لكن لو الجناب بتفور وفي النص لسه ما بتفورش يبقى هي لسه ما استوتش معاكي، فتستني عليها لحد ما كلها تلاقيها بتعمل فقاعات كده يبقى هي كده استوت معاكي واتسبكت كويس. انا هغطيها وهسيبها مع نفسها كده على النار واوطي عليها طبعا. كده الكبده بتاعتي خلاص انا خلصتها اهوت زي ما انت شايفه اهو كده خلاص خلصت جاهزه بقى للتقديم. بس كده خلاص. المكرونه بتاعتي طبعا المكرونه يفضل لها حوالي 3 دقايق كمان. بس كده يا جماعه انا هزود شويه صلصه كمان. زي ما انتم شايفين كده هنزل زود كده خلاص. اهيت احلى صلصه مكرونه ممكن تعمليها. عايزه تقطع عليها قرن كده فلفل يكون حراق مفيش مشكله براحتك يعني. انا هصفي المكرونه معاكم وارجع اوريكم تاني. استنوا. تعالي بقى كده نفس شويه المواعين دول يعني محمد النهارده اعمل شويه حاجات معاكم يعني هسوي المواعين دول بحطها فوق. انا كده بحط قدامي الخيطه دي كده فوق علشان اغسل بيها المواعين في نفس الوقت الخيطه بتتعقم. الخيطه دي بجد يعني دي الواحد يعني دول لا غنى عنها طبعا دلوقتي كده هعمل معاكم كمان دلوقتي تاني البصل والصوص بتاعتي تسيح كويس. كده في كده كنت بشرب دول اي حاجه فيها فراخ او اي حاجه بيبقى فيها دم كده قوامش وكده اي حاجه من دي كده بتقول تشتغل كويس بتاعتها كويسه. نضفتها دلوقتي مع بعض عشان طبعا الزيادات بتاعت اللي هو الاضافي دي هي خلصت. تعالوا نشوف بقى احنا هنغسل الحوض بتاعنا ازاي مع بعض. طبعا لان الحوض ده في دم بيتغسل كويس كمان برش طول ماشي كده. برضه انا باجي انضف الفراخ او بنضف اللحمه لازم اعمل كده بعد ما بستخدم الحوض واخلصها. لازم كده الحوض اسيبه 5 دقايق عشان يطهى كويس يتعقم. خلاص تعالوا بقى نشوف دلوقتي المكرونه انا بعد ما صفيتها اهي حطيتها في مصفى شطفتها طبعا بميه كويس وبعد كده حطيتها على الحله عشان تصفى كويس. تعالوا نشوف بقى نخلي الجزر هنعمله ازاي. حطها طبعا بيبقى فوق تحت ده ممكن تسيبيه زي ما هو ممكن تقطعيه حلقات ممكن بطول زي ما انت حابه. اهم حاجه ان تكون نفسها كويس وتظبطي الملح بتاعه برضه. يكون عندك كده برطمان زي كده برضه دلوقتي اخر انا مش بحب اقول في الفيديو كل شويه اشترك في القناه دي ما يبقى تكلمني لكن انت لو حابه تدعميني مفيش مشكله طبعا هتشرفني. خلاص كده بس كده انا اهو هحط كده شطه كمان معايا برطمان زي كده اهو ازاز حط فيه نص ميه نص ميه تقريبا اهو ملح خشن هاخد منها تقريبا من الملح ده تقريبا كده اللي شايفينه بيبقى عامل زي الزلط كبير كده ملح بحر اهو. احط تقريبا معلقتين اهو لان ده خشن قوي بس كده اهو.
شويه كده من الخل. هحط زي ما انت عايزه، مش هحط كتير، نص معلقه لان هحرق جدا اهو. خلاص وهدوقهم كويس. هحط كمان فص ثوم، فص او اتنين بالكتير عشان يطعموا كده بس الميه بتاعتي. هحط اخر قدامك اهو كل حاجه اهو زي ما شايفه كده اهو. خلي بقى عايزه تدوقيه براحتك. خلاص طيب الجزر هعمل فيه ايه؟ الجزر دي بسم الله الرحمن الرحيم كده الجزر بيتقسي شويه اهو، انا مش مستعجله عليه. لو انت مستعجله عليه ممكن تسيبيه ربع ساعه كده بسيطه وبعدين تحطيه في المقادير. شايفين اهو كل حاجه قدامكم اهو واحده واحده اهو. ممكن كده شويه تقولين عندي كده دول الثلاجه قلت نخليهم يعني مش محتاجه ان هي اهو. لما كده شويه اللي باخدها كده نصين اهو يا جماعه. معلش بختصر على قد وكمان ما بعرفش امثل والله يعني، عشان امثل ممكن اقعد 5 ساعات ولا حاجه اهو. خلاص كده زي ما انت شايفه كده. عندك كده قرن فلفل اخضر عايزه تحطيه معايا براحتك، انا هحط واحد كده ولا حاجه. شوفوا بس الاول اهو كده زي ما شايفه اهو. خلاص شوفوا الحوض حلو جدا بس حرق قوي اهو زي ما شايفه كده اهو. في عندي كده على الرخامه، يا رب تكوني بتستفيدي من اي حاجه. تعالوا بقى مع بعض كده. هي عندي شويه عدس عايزه يعني تجيبهم، عايزه اخزنهم معاكم. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي.